أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة تيجوري. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض سلسلة تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. البابا يسطس البطريرك السادس هو كان من مدينة الإسكندرية، من أب وأم وثنيين ما يعرفوش أي حاجة عن ربنا، ولكن كبر يسطس وسمع عن السيد المسيح وعن معجزاته وعن قصة الفداء والخلاص، فآمن وتعمد مع أبوه وأمه على إيد القديس ماري مرقس الرسول. ويقال إنه كان مدير للمدرسة اللاهوتية اللي أسسها ماري مرقس الرسول. وبعد نياحة البابا بريموس الخامس اجتمع الشعب واختاروا يسطس يجلس على كرسي ماري مرقس، وكان البابا يسطس رجل فاضل وحكيم. وبعد ما جلس على كرسي ماري مرقس عين أومانيوس مدير للمدرسة اللاهوتية، واترسم بطريرك على كرسي ماري مرقس في شهر توت سنة 121 ميلاديا في عهد أدريانوس قيصر، وجلس على كرسي ماري مرقس 11 سنة، وتنيح يوم 12 بقونة سنة 131 ميلاديا حسب كتاب تاريخ الكنيسة القبطية. وفي كتاب سير البيعة المقدسة مذكور انه جلس على كرسي ماري مرقس 120 ميلاديا وتنيح سنة 129 ميلاديا. وبعد نياحة البابا يسطس البطريرك السادس رسم رجل من الأفاضل اسمه أومانيوس، ويقال انه اترسم شماس على ايد البابا بريموس الخامس، واترسم كاهن على ايد البابا يسطس السادس. ومذكور في كتاب تاريخ الكنيسة القبطية انه اترسم بطريرك في شهر أبيب سنة 131 ميلاديا. وفي كتاب سير البيعة المقدسة جلس سنة 129 ميلاديا، وكان معروف بالعفة والطهارة، وكان مدير للمدرسة اللاهوتية. وهو رسم عدد كبير من الكهنة والشمامسة علشان يساعدوه في الخدمة. وفي عهده كان في اضطهاد شديد جدا على المسيحيين، فكتير من المسيحيين استشهدوا. وجلس على كرسي ماري مرقس 13 سنة وتنيح يوم 10 بابا. وفي نسخة تانية مكتوب انه تنيح يوم 6 بقونة سنة 141 ميلاديا كما مكتوب في كتاب سير البيعة المقدسة. بركة وشفاعة البابا يسطس والبابا أومانيوس تكون معنا آمين.